اهلا بيكم في سلسله اطمن معانا. معاكم دكتوره داليا دياب، استشاري وزميل امراض الدم كليه الطب جامعه اسكندريه. النهارده حابين نتكلم على انيميا البحر المتوسط او الثلاسيميا. انيميا البحر المتوسط هي عباره عن مرض وراثي بيكون فيه خلل جيني بيؤدي لخلل في تكوين الهيموجلوبين ونقص في كرات الدم الحمراء، وبالتالي العيان بيكون بيعاني من انيميا. انيميا البحر المتوسط هي نوعين، نوع بيعتمد على نقل الدم طول حياته، والنوع الاخر ما بيبقاش فيه نقل دم. بنكتشف العيان وهو عنده 6 شهور بوجود انيميا، وبيبقى في الوقت ده محتاج لنقل دم، وبيفضل طول حياته معتمد على نقل الدم. بيكون معاه الاعراض من الشحوب والضعف العام والارهاق الدائم والصداع، وبيكون معاه زياده في نسبه الحديد في الدم، بيوصل ان احنا بيكون في تضخم في الطحال. علشان هي مرض وراثي فالوقايه خير من العلاج. فاهم حاجه اللي هي حتى دلوقتي موجوده في المبادره تحاليل ما قبل الزواج، ان المقبلين على الزواج، علشان لو احنا حاملين للصفه الوراثيه نقدر نكتشف الموضوع بدري ونتجنب وجود طفل مصاب.